هو اللي بيخلص الاوسبيلدونج بيبقى معاه ايه؟ اللي بيخلص الاوسبيلدونج في المانيا بيكون معاه شهاده تدريب مهني، وديت شهاده بمثابه شهاده الدبلوم او التدريب الدراسه المهنيه في البلاد العربيه زي الدبلوم في مصر. ده بتخلصه وتقدر ان انت بعد ما تخلص شهاده التدريب المهني وتحصل على شهاده التدريب المهني بعد انتهاء فتره التدريب المهني والاوسبيلدونج في المانيا، تقدر ان انت تشتغل بترخيص مزاوله مهنه ايا كانت مهنتك ايه. على سبيل المثال اوسبيلدونج التمريض بيبقى اخصائي تمريض، تمام. اخصائي التمريض في المانيا عموما، تمام، وضعه اللي هو خلاص يعني هو خلص اوسبيلدونج تمريض بقى على المسمى الجديد اخصائي تمريض، لان المسميات الجديده اتغيرت. كان الاول كان الاول بيبقى مكتوب فيه ان هو فليجا او اللي هو يعني في المجال الصحي عموما، تمام. اما دلوقتي بقى اخصائي تمريض، تمام. كان اسمه الاول جيزوند هايت فليجا او جيزوند هايت كرانك فليجا. اما دلوقتي فليجا فخمان وفليجا فغو. بس هي دي النقطة. فانت بتخلص تمريض بيبقى بتخلص اوسبيلدونج عموما بقى، سواء كنت تمريض علاج طبيعي ايا يكن مجال اوسبيلدونج ايه، انت بتخلصه وبتطلع معاك شهادة تدريب مهني تقدر ان انت تشتغل بيها. طيب معتمدة في دول اوروبا؟ مش معتمدة في اوروبا عموما غير في الدول اللي بتتكلم الماني، اللي هي على حدود المانيا زي لوكسمبورغ، زي النمسا، وتقريبا النمسا كمان ليها اوسبيلدونج لوحدها. فمقتصرة بس على ألمانيا وبعض الدول المجاورة، مش الدول المجاورة كلها. بس أتمنى أكون قدرت أفيدك، ولو وصلت لحد النقطة دي في الفيديو فشكرا جدا إن أنت كملت الفيديو للآخر.